هاي بنات، عاملين ايه؟ في الفيديو النهارده هتكلم معاكم عن الادوات الهير ريموفل، وهقول لكم تحديدا النهارده هنتكلم بطريقه الشيفنج، وهقول لكم الفرق بين الانواع. اول حاجه هنا عندي، بصوا زي ما انتم شايفين كذا نوع هتكلم فيه. هبتدي من هنا عندي فينوس، اللي هي الخمس شفرات، خلاص، اللي هي الصفرة. وعندي كمان الكحلي اللي هي العادية خالص، اللي هما اللي يعني عاديين خالص، يعني مش حاجة معينة، ممكن لورد مثلا، ممكن اي حاجة اللي هي فيها 3 شفرات. خلاص. وفي كمان اللي هي العادية برضو زي لورد وكده، بس شفرتين اهي. هقول لكم ايه الفرق طبعا وايه الاحسن وكده مع الاستخدام. عندي كمان اللي هي اسمها دوركو ايف 6. خلاص. دي في منها نوعين، دوركو ايف، هوريكم النوع ده وهوريكم النوع ده. بصوا دي العادية خالص، اكيد انتوا شفتوها. ودي بتبقى ايه الفرق بينهم؟ عايزة ابتدي من اول دوركو ايف. هما دول نفس الحاجة. خلاص، هقول لكم ايه الفرق دلوقتي والتفاصيل كلها. ودي الايد بتاعه دوركو ايف اللي هو النوع ده، اللي هي 6 دي. هنا بصوا يا جماعة، دوركو ايف 3، سوري. خلاص، ده الفرق بينهم. طب ايه الفرق ان دي، اول فرق بينهم ان دي بتترمي، يعني خلاص هي زي ما هي كده بتستخدم وايه وتترمي لو انتوا خلاص خلصتوا استخدام فيها. وليها غطا كده هنا اهو، شايفين؟ وطبعا ايه كلهم فيهم نسبة جل خفيفة، الاتنين دول يعني اللي هم دوركو ايف. دي اول حاجة اهي، دي مش بتترمي بقى زي ما انتوا شايفين، ماشي. ودول اللي هما السبير بتوعها، هنا بيبقوا مع بعض 2، وفي هنا بيتباعوا مع بعض بيبقوا مش عارفة تقريبا كام، مش مكتوب عليهم. هنفتحهم دلوقتي ونشوف كام. ايه الاحلى وايه الاحسن، وبالنسبه للاسعار وبالنسبه للتفاصيل وكل الحاجات دي هقول لكم عليها. اول حاجه يا جماعه، دوركو ايف ناس كتير ضدها يعني، وناس كتير مش بيحبوها وكده. بصوا 3، وانا استخدمت واحده، يعني هما كده 4. خلاص. ده شكلها بتبقى كام، 6 شفرات. استنوا كده، 6. خلاص، 6 شفرات. طيب دول اللي طالعين جديد برضو السبير بتوعها مش 6 بقى، هقول لكم كام. 2، 3. 3. انا لسه ما جربتش اللي هي ال3 دي، جربت دي، فطبعا 6 شفرات تحفة. انا اصلا لسه كنت هقول لكم على اللي هي دي بتاعة فينوس، اللي هي طبعا 5 شفرات، فظيعة دي، فظيعة تجنن. بس هقول لكم ايه مشكلتها، فيها مشكلة. خلاص، فدول زي ما قلت لكم اهو الفرق بينهم. دي كمان هقول لكم كام شفرة، برضو فيها تقريبا كتير، 2، 3، 4، 5، 6 نفس الفكرة بتاعت دول. طيب كأسعار، انا شايفة لو انتوا عايزين تشتروا، هقول لكم ايه الاحلى في الاخر خالص بالنسبة لي يعني. بس دلوقتي هقارن بين دول. عندنا دي احسن طبعا لو عايزين تجيبوا دوركو ايف تحديدا، لان ليه بتبقى دي عندكم بتبقى تحديدا في حدود 300 جنيه كده اول مرة بتجيبوا دي. وبعدين دول بيقعدوا برضو كتير، بتجيبوهم مثلا بيبقوا عاملين مثلا 150 حاجة كده، برضو بيقعدوا كتير جدا. دي برضو 150 نفس الرينج كده، بيبقوا 3 تقريبا مع بعض. بس انا شايفة ان دي طبعا هتبقى اوفر، نفس عدد الحاجات و6 شفرات و6 شفرات وكده، بس دي اوفر كاستخدام دائم وكده، ان احنا نخلي دي عندنا ونبتدي نجيب يعني نحط بقى اللي هما الوشوش بتوعها وكده. كل لما خلاص يخلصوا من عندنا نشتري تاني، وهكذا نجيب بس الوشوش. فده الفرق. انا بالنسبه لي لو هشتري دوركو ايف تاني هقول لكم في الاخر انا هستمر على ايه واقتنعت بايه اخر حاجه. لو هشتري دوركو ايف تاني مش هجيب دي، وهجيب طبعا خلاص بما اني انا عندي ده هشتري بس دول. الايد بتاعتها حلوه جدا اذا كانت دي او دي، بس زي ما قلت لكم دي افضل يعني.
عدد الشفرات كمان حلو بالنسبة لدي او دي. هنا الايد برضو جميلة وحلوة جدا وفيها السيليكون ده علشان ما تتحركش. كمان يا جماعة هاك حلوة قوي انا بحب اعملها، وهي ان احنا لازم نكون بنستخدم بلاش الاويل بقى. الناس اللي بتقعد تقول نحط اويل وكده، الاويل بيبرد الشفرات ومش حلو بيلزق كده اثناء الاستخدام، فبلاش ان احنا نعمل كده. يبقى هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا بنعمل شاور عادي خالص، فاوريدي على جلدنا في شاور جل، هو ده المطلوب بس كده. هنبتدي نستخدم الشيفنج ونبتدي ان احنا نغسلها بالمية ونكمل، ونغسلها بالمية ونكمل. لكن لو عليها اويل مش هنعرف نغسلها بالمية، الاويل مش بينضف كويس، لازم تضطروا تقعدوا تحطوا صابون. فهمتوا الفكرة؟ فمش حلو ابدا بالنسبة لي انا حكاية الاويل دي. فدي دوركو ايف. مشكلتها ايه دلوقتي؟ كل الحاجات اللي انا بقولها مميزات بالنسبة لي بالنسبة للنوع ده تحديدا. مشكلتها ان هي مش متداولة كتير. يعني انا علشان اجيب اصلا دي دورت كتير قوي، في الاخر لقيتها في بيت الجملة. لقيتها موجودة، ومش كل الفروع بتاعت بيت الجملة، لان انا من اسكندرية فعندنا بيت الجملة. فمش عارفة ممكن تكون موجودة كمان فين تاني. فهمتوا الفكرة؟ يعني هي مش متداولة، مش تدخلوا مثلا اي هايبر ماركت هتلاقوها، لا، او تدخلوا اي صيدلية تلاقوها، لا للأسف. فممكن بقى من امازون مثلا. فهمتوا؟ يعني امازون بيوصل للبيت ودفع عند الاستلام، وموضوع حلو جدا يعني. او لو لقيتوها مثلا بالصدفة في مكان تشتروها على طول، اللي هي دي. وتجيبوا الوشوش برضو، المشكلة برضو في الوشوش. فهمتوا؟ بس انا قررت خلاص من على امازون. على امازون بيبقى سهل، او على جوميا او على نون. بس يعني حددوا ان هي دوركو ايف 3 دي. شايفين اهي؟ خلاص كده. دي اول حاجة، او الاتنين يعني تاني حاجة. في بقى دول، عندنا دول اللي هي شفرتين، واللي هي 3 اللي هم اللورد العاديين خالص. لونهم بيبقى كده او بينك او اي لون مش هتفرق، برضو حلوين قوي يا جماعة، يعني برضو حلوين قوي. ايه الفرق وايه الاحسن بالنسبة لي؟ دي حجمها كبير فبتاخد مساحة اكبر، يعني للمناطق اللي هي اللي بتاخد مساحة اكتر، فعايزين حاجة تكون بتنجز، لان دي بتاخد وقت. دي حلوة في ايه؟ في المناطق الصغيرة، يعني الاماكن الدقيقة هنحتاج ان احنا نستخدم حاجة زي كده بنفس طريقة الشاور جل عادي خالص. فانا عشان كده دايما برضو بخلي عندي دول. فهمتوا؟ التلاتة ولا الاتنين؟ انا بفضل طبعا التلاتة، لان منحتاجش نعيد على المكان كذا مرة. خلاص كده. طبعا موفرة وسعرهم بيبقى رخيص جدا، فمش هتفرق ان احنا نجيب اي نوع. ودي طبعا بتتشال وبتتركب كده، يعني هو بس سهلة بتعمله كده اللي تحت بتتشال. يعني اهو شايفين بتاع البيضة اللي بتطلع دي طريقتها سهلة. عايزة اجرب لكم واحدة بس مش هعرف بايد واحدة عشان بسجل بالايد التانية. بصوا بقى، ودي اخر واحدة وهقول لكم في الاخر انا يعني في الاخر هستقر على ايه. فينوس طبعا ال5 شفرات. فينوس يا جماعة فظيعة. الفرق بينها وبين دي ان الجل هنا في دي خفيف، الجل في فينوس كتير جدا جدا، بيبقى في اللي هي تحديدا الصفرة. عدد شفرات حلو جدا، مش فارقة كتير عن دي، هنا 5 هنا 6. كمان برضو نفس الطريقة، يعني بنحطها عادي، يعني بنركب البتاع كده نتك عليها. عايزين بقى نشيلها بندوس بس على دي بتتشال اهي، تلاقوها طلعت يعني. مشكلة دي في ايه بقى؟ الايد برضو حلوة جدا وفيها السيليكون، والفرق ان هنا الجل احسن من هنا. بس انا بالنسبة لي الحكاية دي مش بتفرق قوي، علشان كده كده بيبقى عندنا شاور جل على جلدنا، ف اوريدي يعني الشفرات بتتحرك اصلا، فمش فارق قوي الحكاية دي. خلاص. بيقعدوا كتير طبعا اذا كانت دي او دي، تحفة. كمان وبرضو دول يا جماعة مش استخدام، يعني ينفع بيبقوا ممكن يستخدموا كم مرة لما تحسوا ان هي خلاص، يعني مش هتبتدي تبرد، مش تستنوا ان هي تبرد يبقى خلاص. خلاص. كمان عشان طبعا ايه متعورش وكده. دي مشكلتها بالنسبة لي، يعني دي عشان مش متداولة قوي، بس انا قلت لكم الحل اللي هي دوركو ايف. دي متداولة وموجودة في كل مكان، بتلاقوها في كل حتة عادي خالص. القطع الغيار بتاعتها موجودة في كل حتة برضو كذلك. المشكلة الوحيدة ان هي غالية جدا جدا، يعني قلت لكم دي ب 300 ودول مثلا 150 او حاجة. دول
اللي هما قطع الغيار. فدول بقى هنا عشان تشتروا دي اصلا اوريدي تقريبا في حدود 500 حاجة كده، وقطع الغيار بتاعتها برضو في حدود 500. ده اخر مرة انا شفتها، اصلا كنت بفكر ان انا اجيب القطع الغيار بتاعتها، يعني الكلام ده بقاله كتير، يعني اصلا مش عارفة دلوقتي كمان وصلت لكام. فدي مشكلة من ضمن المشاكل بتاعت فينوس. فانا بما ان الفروق بسيطة بين دي ودي، فطبعا بالنسبة لي هتبقى دوركو ايف. وخلاص انا لقيت الحل ان انا هجيبها من اي حاجة اونلاين لو ما لقيتهاش، وانا لقيتها بالنسبة لي في بيت الجملة وكده. وتحافظوا بقى على الايد دي طبعا، لان دي خلاص اساسية عندكم. بس يا حلوين، يا رب الفيديو يكون عجبكم. كمان انا بفضل طريقة الشيفنج، بصراحة حلوة جدا جدا، سهلة جدا، سريعة جدا. يا اما الليزر، يعني دول اكتر طريقتين انا بفضلهم. كنت عاملة فيديو قبل كده عن رأيي في براون سلكابيل، لو عايزين تشوفوه برضو تعرفوا رأيي ان انا بستخدم براون تحديدا في ايه، بفضلها في ايه. يعني بحس ان كل حاجة ليها حاجة، فهمتوا؟ زي دول كده. بس يا اما طبعا الليزر حلو جدا، ومع الليزر هي دي الطريقة الوحيدة اللي تنفع، ما تنفعش طبعا براون ولا اي طريقة تانية. باي باي.